دعارة وجنس في مدينة نصر تحت ستار نادي صحي للتدليك والمساج. أهلا بيكم في حكاية جريمة. أنا حسام التمساح. حكاية جريمة النهاردة بتقول إن الأجهزة الأمنية وتحديدا مباحث الآداب جات لها إخبار إن في نادي صحي للتدليك والمساج تحول سيستمه من نادي صحي لممارسة الدعارة والفجور والجنس مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 جنيه إلى 2000 جنيه في الساعة. على طول الأجهزة الأمنية توجهت للمكان النادي. محرر الضبط بيقول: دخلت النادي وفي إحدى الغرف وجدت فتاة عارية تماما معها راغب المتعة بيمارسوا الجنس. طلبت منهم ارتداء ملابسهم بالمقلوب لإثبات الواقعة. ودخل باقي الغرف وجد فيها أكتر من 8 فتيات. تم إلقاء القبض عليهم جميعا، وكمان تم إلقاء القبض على سكرتيرة النادي وسواق كان موجود هناك، واتحرر لهم محضر وتم إحالتهم للنيابة العامة. في التحقيقات بتاعت النيابة العامة واحدة من المتهمات قالت إن هي بتمارس الجنس والدعارة مقابل المال فقط لا غير. يعني هي بتمارس الجنس والدعارة علشان خاطر الفلوس. واحدة قالت كمان إن هي جاية من البحيرة على أساس إن هي هتشتغل مدربة مساج. القوادة اللي اسمها ولاء وشهرتها بسنت، والقواد اسمه أدهم، هددوها لو فكرت إن هي تهرب من المكان أو تغير نشاط هيشوهوا وشها. علشان كده استمرت في المكان وكانت بتمارس الجنس علشان خاطر تفك أزمة جوزها اللي اتحبس مقابل شيكات مالية عليه في محافظة البحيرة. القوادة ولاء والقواد أدهم أنكروا تفاصيل الواقعة كاملة وقالوا إن النادي نادي للتدليك والمساج، وأي ممارسات جنسية إحنا ملناش علاقة بيها. لكن كان المفاجأة إن السكرتيرة بتاعة النادي اعترفت بالواقعة كاملة وقالت إن هي متعينة سكرتيرة من 5 شهور، وقالت كمان إن هي عارفة إن النادي بيمارس فيه الجنس والدعارة، وقالت كمان إن تتراوح ما بين المبالغ المالية من 800 جنيه ل 1000 جنيه ل 1500 جنيه في الساعة الواحدة للمساج والجنس. يعني بتعمل جلسة مساج وبعد كده بتمارس الجنس مع الفتاة اللي بتعمل لك جلسة المساج. السكرتيرة قالت كمان ان في سواق اتقبض عليه في الواقعة، ده بيكون مسؤول مع القوادة بسنت، هو اللي بيوديها وبيجيبها، ولو في حد من رغيب المتعة عايز يجي مواصلة على حساب المكان وعلى حسابه بيروحوا يجيبوه مخصوص بمعرفة السواق ويودوه لحد مكان النادي. راغب المتعة واحد من المتهمين اتقبض عليه اللي هو راغب متعة. طبعا الناس دي ما بتتحبسش، بيتم إخلاء سبيلها. قال كمان ان هو اتعرف على النادي عن طريق الفيسبوك واتفق معاهم على ساعة واحدة بمقابل 800 جنيه هو وصاحبه، وبالفعل توجهوا لمكان النادي ومارسوا الجنس، واتقبض عليهم بعد ممارسة الجنس وأثناء التدليك والمساج. اتقبض عليهم وراحوا النيابة مع المتهمات. النيابة قررت حبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات، واتحالوا للمحاكمة العاجلة، وصدر ضدهم حكم بالحبس سنة والمراقبة لمدة مماثلة اللي هي سنة كمان. أتمنى أكون وصفي للقضية عجبكم، وتعملوا اشتراك وفولو للقناة. السلام عليكم.